السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت بهاد التحليه تطلق ان شاء الله الفطور ولا السحور. انتم معايا ان شاء الله نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. انا عندي 3 ديال البسطات وما كفاونيش وزدت الرابعه وطحنتهم مزيان. اي بسطه عندكم كما كان الشكل ديال النوع ديالها صافي تنطحنهم وتنبقى هكا نجيب واحد المول ونبدا تنبقى نقادها عليه وانا تنبرك مزيان. هانتوما جبت واحد الكاس وبقيت تنورك عليها باش يلا تيتقاد ديك الطبقه ديالو. صافي في هذه الساعه غادي نخليوها على جنب. صافي هنا جبنا واحد الاناء هكا عندي طرود الحليب غادي نصبو هكا فيه يطرو كامل. صافي من بعد هنايا عندي سنيده سكر حبيبات غادي نعبر بالمعلقه 4 ديال المعالق. هانتوما كتشوفوا عندي 4 المعالقات كبار، اللي بغى ينقص ماشي مشكل، المهم على حسب الذوق. هنا عندي واحد 2 فلون شوكولات. صافي غادي نخويهم على هذا الشكل هكا. من بعد غادي نجيبو النشا. هانتوما عندي 4 المعالق غادي نعبرهم قدامكم، 4 المعالق ديال النشا، الاولى الثانيه والثالثه والرابعه. صافي هنا غادي نجيبو الفوي ديالنا، غادي نبداو نحركو مزيان. خصنا ضروري نحركو مزيان حتى تيتطلق داك النشا والسكر والفلون كله في الحليب. غنبداو نحركو مزيان، من بعد غادي نديوه ان شاء الله هكا فوق البوطه. هانتوما تنبداو نحركو حتى تيبدا يغلى شويه معنا وتيعقد على هذا الشكل هذا. راه بدا تيعقد، ما نحبسوش من التحريك. هانتوما راه تيبدا يطبخ شويه في الجنيبات. تنزيدوا واحد الكميه ديال الشوكولاط القدر اللي عندكم ماشي مشكل، شي حاجه قليله تتهرسوها هكا شويه وتزيدوها. صافي من بعد انا جبت المول ديالي وصبيته على هذا الشكل. صافي تنصبو كله وتنخليه هكا حتى يبرد شويه. من بعد تيدخل الثلاجه كتبرد مزيان وتنرشوها من الفوق هكا ماشي المهم ماشي كاكاو، هذا الحلو ماشي المر، وتنقطعوها على هذا الشكل وراه تتجي رائعه وغزاله. جربوها معليش ندموا عليها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.